الكون كله قال لأ، انت الوحيد اللي قلت ايوه. الجبال اللي شايفة نفسها قوية اترعبت من الأمانة وانت وافقت تشيلها. لو فاكر انك عايش في الكون صدفة تبقى لسه معرفتش قيمة العقد اللي انت مضيت عليه قبل ما تتولد. أنا دكتورة مروة وانت هنا معانا في أثر. في أعمق آيات الوجود ربنا عرض علينا الأمانة اللي اتعرضت على السماوات والأرض والجبال. الكل رفض وأشفق منها. الأمانة دي ما كانتش حمل مادي، دي كانت سر الإرادة وقدرتك على الاختيار بين الصح والغلط، بين النور والضلمة. الجبال بعظمتها شافت إن المسؤولية تقيلة وخافت من الحساب، واختارت إنها تفضل مسيرة تسبح بفطرتها بس. أما أنت أو الإنسان عموما اتقدمت وشلت التكليف بنفسك، ومن اللحظة دي ما بقيتش مجرد كائن عايش، انت بقيت خليفة في الأرض، الوحيد اللي وجوده ما بيكملش إلا بقراراته. العلم بيسمي ده الوعي أو الإرادة، لكن الدين بيسميه التكليف. ودي الميزة اللي خلتك سيد الكون، لكنها في نفس الوقت العبء اللي هتتسأل عنه. انت الجزء الوحيد اللي في الكون اللي يقدر يبص للنجوم كده بأريحية ويقرر هو عايز يكون مين. الجبال كانت حكيمة لما رفضت، لكن انت كنت شجاع كفاية عشان تشيل المسؤولية دي. سؤالنا دلوقتي، عملت ايه بأمانتك النهاردة؟ وسبت أثر يستحق الحمل ده؟ لو عايز تكتشف أكتر عن أسرار نفسك والكون خليك معانا في قناة أثر عشان نسيب أثر حقيقي يعيش معانا.